السلام عليكم ورحمة الله. طبعا يا شباب، الفيديو الماضي كنت ندرس فيه عليه الزلازل والأعاصير والمواضيع هذه والخطط الأمريكية والكلام هذا، وكان عبارة عن رأي بس مشترك بيني وبينك وبين أي شخص، يعني كنا ندرس عليه موضوع ونبغى نعرف وش ورا الموضوع هذا. بس يا عزيزي، في أمور واضحة أنها بفعل فاعل، والدليل ليلى عبد اللطيف المنجمة اللبنانية. الكل عارف أن المرأة هذه عميلة، والكل عارف أن الشيء اللي قاعد يصير بفعل فاعل وبالدليل واضح. طريقة اللي هي اللي تحكي فيها يعني طريقة حفظ، يعني شخص محافظينه وكاتب الشيء في الورقة وجاي يحكي فيه للناس، يعني كل شيء واضح. والمصيبة في الموضوع ان المرأة هذه تقول لك حيصير زلزال كذا كذا. ليش صيبت؟ ما جت نطت على الدول العربية فقط، يعني ما قالتش زلزال في فرنسا والمانيا والكلام هذا، لا، سوريا تركيا وبالتفصيل. هذا الكلام قرأته قبل سنة، وشوف وش صار. زلزال قوي بيضرب بعض الدول العربية وبيؤدي للأسف الشديد إلى سقوط ضحايا ما بين قتلى وجرحى ومفقودين، مع حصول أضرار مادية جسيمة، وبتحصل تداعيات هذا الزلزال إلى حدود سوريا وتركيا. يعني تفضل سيبة جميع الدول نطت على سوريا وتركيا، لكن معليش مش مشكلة، يعني نفترض إن هذا صدفة. خلينا نخش في الموضوع الثاني. اسمع وش قاعد تقول. سيتم الإعلان عن إفلاس بعض المصارف في العالم، مما سيثير ضجة شعبية وإعلامية واسعة. خلال أقل من أسبوع تعرضت 3 بنوك في الولايات المتحدة الأمريكية للإفلاس. اللي عندنا كل شيء صدفة، يعني صدفة معها ومش مشكلة. تعالوا نشوف الكوارث اللي نحكي عليها. تتعرض المغرب إلى هدة أرضية سيشعر بها معظم سكان المغرب، وتسبب حالة من الهلع والخوف وبعض الأضرار. عندنا صدفة به كملي شنو في بعدها؟ حصول هزة للأسف أرضية بيشعر بها سكان العراق، وبصير موجة من الخوف والقلق. بوقوع هزة أرضية في العراق ضربت عدة مناطق في البلاد أبرزها العاصمة. يعني تتوقع لك شيء قبله بسنة وماسكة ورقة في إيدها، وتجي تقول بيصير في السنة الجاية وفي الشهر الجاي، فكل شيء واضح يا شباب. لكن تعالوا شوفوا على الهواء مباشرة شن صار فيها. قبضت مصاري من شي حدا من السياسيين، حسيت انه اجى قال لك هدي ليلى هيدي مبلغ، توقعي لي او طلع على التلفزيون مع رودولف لتسي، احكي عني بالمنيح او اذكري اسمي، او هي صايره اكيد. من قوة السؤال هذا مسيبة السؤال في وضع محرج. شوف ردة فعلها كيف كانت، تفرج. نعم، عيد بحياتها مصاري. بحياتها مصاري؟ بحياتها مصاري. حدا يقول لي طلع احكي عني بحياتها مصاري. باهي، اهدي مش مشكلة، قصدي عادي. شخص سأل شخص بمجرد سؤال، انت تقبضي من حد في فلوس ولا لا؟ عادي يعني، علاش متلونة وصاير لك والع فيك النار؟ معليش. شوفوا المذيع تو يسألها سؤال على البث المباشر، يقول لها انت واخدة 150,000 دولار أمريكي وصرفتين في فرنسا. شوف ردة فعلها شن كانت. شو بدي اشوف؟ تفضلي. من فرنسا بنك ليلى عبد اللطيف، 150,000 دولار. وشلت الاسم انا قصدا لانه ما بدي اقول. انا وين جايبه؟ من فرنسا بنك ليلى باسم ليلى عبد اللطيف. ما لك شيك بال 2012 شيك بقيمه 150,000 دولار لاسم ليلى عبد اللطيف، لحساب ليلى عبد اللطيف. وهنا كانت الصدمة لليلى عبد اللطيف. شوفوا انها من قوة السؤال تبي تهرب من البرنامج. شوفوا، ما لك حق تجيبه. إلي حق، صار لي ساعة بس يقول لا. ما لك حق. إلي حق. ما لك حق، واذا بتخلي تشيك انا لا تفضل. انا بفيلم الحلقة. لا اخر همي انا بفيلم الحلقة. ان شاء الله خير. شن فيه؟ قريب بتطيح على المسرح وقريب شن فيه؟ ما هو سؤال عادي يعني، علاش توترتي وصار لك المواضيع هذه؟ فيا شباب، المواضيع هذه واضح ان من وراها بفعل فاعل، في امور نحن نشوفوا فيها يعني ميز الله البني ادم بالعقل، وفي امور يعني واضحه حنشوفوا فيها بعيوننا يعني. والله اعلم، ما تشدوهاش علي مع ذلك، بس الموضوع يستحق انك تراجع وتنظر فيه. ونحن نقولوا ما يصيبنا شيء الا ما كتب الله لنا، والاعمار بيد الله، وما فيش حد يموت قبل وقته. بس ما تنسوش انها الموت متعددة الاسباب. والسلام عليكم.